إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه العزيز: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف لنا الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب، أحباب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نأخذ في عاتقنا أننا دائما نغفل عن شيء ألا وهو الموت. إن الشيء الذي لا بد ألا ننساه الموت. دائما لا نتذكر الموت وهو عزة لنا جميعا. فأحضرت لكم اليوم وفاة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو من حضراتكم أن تصغوا معي لأنها فيها عظة كبيرة. أيها الأحباب، في آخر العام التاسع بدأ صلى الله عليه وسلم يشعر بدنو أجله وقرب رحيله وفراقه لمن حوله. وكان أول إرهاصات هذا الأمر العظيم أنه عليه الصلاة والسلام ودع معاذا لما بعثه إلى اليمن، ومعاذ على راحلته وهو يمشي صلى الله عليه وسلم يقود الناقة، وأوصاه ما يفعل في الدعوة. ثم قال: يا معاذ، لعلك تمر على قبري ومسجدي. ثم ودعه عليه الصلاة والسلام. وفي خطبة عرفة كان يقول بعد كل مقطع من خطبته: ألا هل بلغت؟ فيقول أصحابه: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. صلوا عليه. وكان يودع الناس شاعرا بحب أجله ودنو رحيله. وخرج ليلة مع غلامه أبو مويهبة إلى البقيع يستغفر لهم، ثم قال: يا أبو مويهبة، إن الله خيرني بين أن أعطى مفاتيح الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقاطعه وقال: بأبي أنت وأمي، اختر مفاتيح الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، ولكن اخترت لقاء ربي ثم الجنة. ثم رجع وقد أحس بصداع في رأسه، فدخل على عائشة فقالت: ولا رأساه؟ فقال: بل أنا ولا رأساه يا عائشة، صلوات الله وسلامه عليه. أخبر عن مرضه وعن الصداع الذي أصابه، ثم أخذ يشتد عليه الصداع مع الحمى المصيبة، وأخذ المرض يذكر عليه شيئا فشيئا. فلما أسبل عليه عرف أنه لا يستطيع أن يأتي إلى بيوت نسائه كلهن. فلما كان في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها اشتد عليه وجعه، فاستأذن أزواجه أن يكون في بيت عائشة ويمرض عندها رضي الله عنها.
المنبر، وأول ما بدأ في خطبته صلى على شهداء أحد واستغفر لهم وفاء لهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص منه. قال هذا ثلاثا. فقام عكاشة بن محصن أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منه، فأنا أريد أن أقتص منه، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا كانت في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك للقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص فداء له. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه فأتى بها، ورفع عكاش العصا في يده واتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد. موقف من أشد المواقف على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبهم في مرض شديد، وصحابي يقتص منه أمام الناس. فلما وصل عكاش إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرر وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء، ثم أوصى الناس بالأنصار خيرا وفاء لهم، وأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ثم أوصى بالصلاة وقال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فهم المراد من ذلك، وقال من أقصى المسجد: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: على رزقك يا أبا بكر. ثم التفت يبين لهم فضل ومكانة أبي بكر الصديق. وسنكمل ما قاله الحبيب في فضل أبي بكر الصديق بعد جلسة الاستراحة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فادعوا الله وأنتم مؤمنون بالقيامة. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا خير من في الفقاء عظمه، فقاب من دون الطيب والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف والطهر والكرم. ثم أما بعد، وبدأ صلى الله عليه وسلم يبين لهم فضل أبي بكر ومكانة أبي بكر، فقال: إن أمن الناس عليه
فخافت عائشة أن يتشاءم الناس بأبيها في أن يقف في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يملك دمعته. فأوصت من يده عمر أن يصلي به، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يأبى الله ذلك والمؤمنون، يأبى الله ذلك والمؤمنون، لا يصلين بالناس إلا أبو بكر، كالإشارة إلى استخلافه من بعده صلى الله عليه وسلم. ثم ثقل عليه المرض وبقي أبو بكر يصلي بهم حتى خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجدهم يصلون خلف أبي بكر، فأشار إلى أبي بكر أن ابقى مكانه، فلم يقبل فرجع أبو بكر. فلما فرغ من الصلاة قال لأبي بكر: ما منعك أن تسكت إذا مرضت؟ فقال أبو بكر: ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد إلى بيته يشتد عليه الوجع ويرى من الكرب ما الله به عليم، حتى كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول استحل صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم. كان في صلاة الفجر فإذا به يكشف الستار الذي كان بينه وبين بيت عائشة رضي الله عنها، فلما رأوه متهللا وجهه كأنه ورقة مصحف وظنوا أنه برئ، وأشار إليهم: اكتبوا مكانكم. ورجع حجرته يشتد عليه المرض وبين يديه ركوة فيها ماء، فكان يضع يديه في الركوة ويمسح بها وجهه الطاهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فدخلت عليه فاطمة وهو على هذا الحال فقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال وهو العارف بربه: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك يستاك به، فأمعن وحد البصر في عبد الرحمن، ففهمت عائشة أنه يريد السواك، فأشارت إليه فأومى برأسه أن نعم، فأخذت السواك من فيها ومضغته ولينته، ثم أعطته رسول الله صلى الله عليه وسلم كآخر عمل يصنعه في حياته. ثم رجعه ورفع إصبعه وشخص بصره نحو السقف وتحركت شفتاه، وأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الشفيق الرحيم من أمته، مات شمس الحياة وبدرها، مات الداعية الناصح، مات صاحب القلب الكبير الذي وسع المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير. مات من كان للأيتام نبات، مات من كان للغرام عونا. نكتفي بهذا القدر لأن الموضوع يقول: فنسأل الله وندعوه في هذا اليوم: اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا واقض ديوننا واقض حوائجنا، بلغنا مما